السلام عليكم اخوات، لاباس بخير؟ كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ان شاء الله نشارك معكم بالزيتون المشرمل، الزيتون الخضر المهرس او مسلاله، واي زيتون بغيتو ديروا به، الا زيتون الكحل ما كتجيش فيها الشرموله هذه. ان شاء الله انا ندوز معكم الطريقه. نبدا بالطريقه. نبدا بالمقادير. سمحوا لي، مقادير. عندي هنايا معلقه ديال الهريسه، عندي واحد جوج كورنيشات محكوكين، طريف ديال غير طريف صغير، ربيع ديال الحامضه مصيره قطعتها رقيقه، جوج دروسات الثومه كبار، معلقه ديال المعدنوس عامره. هذا ضريس الثومه بغيت نقول لكم على الثومه. الثومه ملي كنقشروها وما تيكونش الوقت ديال الثومه، راني فايته قلتها لكم. المهم ها باش الانسان باش يتذكر، ملي ما كيكونش الوقت ديال الثومه كتكون الثومه كدير هاد النبته هادي، كتدير هاد النبته. كنحيدوا هاد النبته هادي، كنحلوها نقيوها ونحلوها ونحيدوا ليها هاد النبته هادي اللي في قلبها. هاد النبته كنحيدوها، هاد النبته هي اللي كتعطي الريحه وما كتخليش النسمه ديال الثومه مزيان، هادي كنحيدوها. وعندي هنا ربعه ديال الزيتون المهرس مسلاله، كنحيدوا ليه العظم. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال القزبر مطحون، عندي رويس المعلقه ديال الزعتره، رويس المعلقه ديال الحبق، رويس المعلقه راس ديال ورقه سيدنا موسى، رويس المعلقه ديال اليازير، وربع كاس ديال الحامض. حامضه هي جات ربع كاس ديال زيت العود. ندوز دابا للطريقه وما نطولش عليكم الفيديو باش تفرجوا فيه. الهريسه نجمعوا كلشي في هذا الاناء هذا. غندير معكم هذا الزيتون المسلاله، وغندير معكم الزيتون الكحل. نجمع كلشي غنخويه هنايا. بسم الله. اولا واخيرا. حامض حتى هو، ما نحتاجوش نديروا الملح، كلشي مالح. الزيتون مالح، مثل هذا الهريسه مالحه، الكورنيشو مالح، كلشي مالح، ما نحتاجوش نزيدوا الملح. وكنديروا هي المعدنوس، ما كنديرش قزبر ومعدنوس، هي المعدنوس. وهذا من بعد ما حيدت ليه العظم ونقيته وغسلته وقطرته من الماء. وكنخلطوه بحال هكذا. انا ما بغيتش نكثر الزيت باش ما يجيش ميدوم بزاف، وكتشرم ليه بحال هكا وتخليه. بغيتي تاكليه داك الساعه تاكليه داك الساعه، بغيتي تخليه شويه تشرمليه كاع اكثر من هذا الشيء وتخليه، ديريه في واحد الطويوه وتغطيه، كيبقى ما كيجرى ليه حتى شي حاجه. تخليه في الثلاجه ما يجرى ليه حتى شي حاجه، مشرمل بحال هكذا تيبقى. وحاجه كتصوبيها ديال الدار بيديك وكيجي زوين وكيجي لذيذ. ونتمنى ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي. دابا ندوزو للتوابل. التوابل قلت لكم ما كانش الفرق بينها مع الزيتون الخضر. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الكمون، عندي رويس المعلقه ديال الحبق، رويس المعلقه ديال الورقه ديال سيدنا موسى، رويس المعلقه ديال الزعتره، رويس المعلقه ديال اليازير، معلقه صغيره ديال القزبر مطحون، معلقه ديال السودانيه. هذا الخضر كنديروا ليه الهريسه، وهذا كنديروا ليه السودانيه. والا كانت مانته كنديروا عاوتاني حتى هي واحد نص معلقه ديال مانته، واحد العشبه كتسمى مانته، راه كاين اللي كيعرف مانته، انا ما عنديش حاضره دابا مانته. وربع كاس ديال الزيت العود، ربع كاس تقريبا شي 6 المعالق ديال الزيت، او مثلا اللي بغى يعبر بالمعلقه، معلقه كبيره. ندوزو دابا للطريقه ديالنا. نديرو كلشي في هذا الاناء هذا، كلشي، ونديرو الزيت. ما نحتاجوش الملح، الزيتون تيكون مالح، ما نحتاجوش الملح.
حتى هو كيجي زوين، الزيتون كيجي زوين متشبعيش منه. شحال من واحد تياكلو عندي تيقول لي اشنو دايره لهاد الزيتون. شحال ما بغيتي تشرملي فيه تشرملي فيه، ماشي انا درت غير هذا شويه دابا غير باش نشارك معكم. هادشي اللي حاضر عندي درتو باش نشارك معكم. وها الزيتون ديالنا هو موجد، وكنتمنى ان شاء الله تصوبوه وتجربوه وردوا عليا وتذوقوه بالصحه والراحه ان شاء الله.